هتعملي منه كميات وهتوزعي كمان. اللهم بارك. هيفضل معاكي طول السنة مقرمش وجميل. وهقولك على شوية اضافات تخليه يطلع معاكي مظبوط جدا. اول حاجة نسمي بالله ونصلي على الرسول. وتجيبي معاكي بقى كمية البصل القوارمة الصغير بالحجم اللي انتي شايفاه دوت. اهم حاجة البصلة تكون صغيرة. جبت الكمية بتاعتي كلها وحطيتها في الطبق ونزلت عليها بحوالي ربع كوباية من الملح. وكان معايا كاتل مية مغلية نزلت بيه وغطيت البصل كله. اهم حاجة تغطي سطح البصل كله. غطيت البصل وهسيبه بقى في المطبخ كده لتاني يوم. جيت تاني يوم الصبح كده عريت الغطا من عليه وابتديت بقى انضفه. القشرة طلعت معايا بكل سهولة. القشرة من النقع سهلت عليا التقشير، وفي نفس الوقت النقع بالمية والملح ده يخليه يروح منه الريحة اللي مش حلوة بتاعة البصل النفاذة اللي كلنا عارفينها. بقى يتنضف معايا كده ويتقشر بكل سهولة. قشرت الكمية كلها بالشكل اللي انتي شايفاه. هخلص بقى كل الكمية كده اهوت وهبتدي بقى اغسله غسلة كويسة جدا. وهجيب معايا طبق وهنزل فيه بكمية من الجزر المبشور. وهنزل عليه بمعلقتين كبار من العصفر. نزلت بمعلقتين من العصفر كبار. وهضيف عليهم معلقتين من حبة البركة كبار. وعندي اضافة كده بسيطة نص معلقة من ملح الليمون. دي هتخليه ما يعملش طبقة الريم او الطبقة البيضة اللي بتبقى موجودة فوق طبقة المخلل. نزلت بنص معلقة ملح الليمون. وهبتدي بقى ايه انزل بكمية البصل بتاعي كله. نزلت بكمية البصل كلها. وطبعا انا غسلاه كويس جدا. وهبتدي بقى ايه اغلفه بالاضافات بتاعتي. اغلفه كويس جدا. اهم حاجة تخليه بقى ايه ي- يعني كل المكونات تتقلب كده في بعضها. قلبيه كويس جدا. وخلاص قلبته بقى تماما. وهبتدي بقى في الوقت دوت احضر محلول النقع بتاعي. هجيب كده معايا بولة او طبق. وهجيب معايا حوالي 8 معالق من الملح. لكل لتر مية 4 معالق من الملح. انا معايا المية لترين. نزلت ب8 معالق من الملح. وهنزل عليهم بايه لترين من المية. ومعايا 3 معالق من هريسة الفلفل الأحمر السبايسي أو العادي حسب الرغبة. دي هريسة فلفل أحمر سبايسي. أنا بحبها يكون إيه ليه طعم حرقية كده شوية. وما تخافيش مش هيبقى محرق معاكي. الملح اللي محطوط هي إيه هيسحب من الإيه من الحدوقية دي شوية. ما تقلقيش مع الإيه النقع والتخليل. هجيب البطرمانات بتاعتي مغسولة كويس ومتعقمة ومنشفاها كويس من جوه. وهبتدي بقى املى البرطمانات بتاعتي كويس جدا. واوزعها كده واهبدها هبدتين واملى واكمل. واهم حاجة تسيبي جزء كده من البطرمان من فوق علشان خاطر المخلل بتاعي مع الوقت بينزل مية زيادة. فطبعا المية هتعلى وهتفور وهتبهدلك الدنيا. هبتدي بقى كده هو اقلب المحلول بتاعي وهنزل بيه في البطرمانات. هملى البطرمانات بالشكل اللي انت شايفاه كده. وسبت ايه جزء منه لان هو هينزل ميته. طبعا المية معايا كانت دفيت مش عايزاها تبقى مغلية. انا عايزاها ايه بعد ما دفيت هبتدي بقى ايه احطها على البصل بتاعي. احط كده البطرمان التاني وهدوب شوية الايه الهريسة اللي معايا دول. الهريسة ديت حلوة اوي جدا في البيت. اللي ما فيش في بيتها هريسة يعني الست الخايبة اللي ما تبقاش في بيتها هريسة. والست الشاطرة اللي تلاجتها يبقى فيها كده برطمان الهريسة لأي ايه حاجة. حطيت على الوش كده هوت كام ورقة من اللوري. وهنزل بقى عليهم كده واغطي اللوري دوت برشة كده من الزيت. ويكون الزيت طعمه نضيف. زيت عادي زيت زيتون اللي عندك بس اهم حاجة يكون طعمه نضيف. هبتدي بقى كده هوت اقفله كويس جدا واخليه ايه يعني محكم الغلق علشان خاطر مش عايزاه يخشله اي هوا. بالطريقة ديت شايفاه اللهم بارك شكله تحفة وخطير. مش هياخد معاكي 20 يوم وهيكون مستوي. جربيه وان شاء الله نفتحه مع بعض. انتظروني في فيديو جديد.